عندما تتكلم الحياة. الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق. وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي. فأولا راع مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب، وحسن ظن وتوكل رجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا. وقر نبيه وعظم سنته، قدم على كل الورى محبته. وبر والديك ولتطعهما تفز، وصل يا بني الرحما. طج كبيرا وارحم الصغيرا، وساعد الضعيف والفقيرا. وكن شجاعا. رمضان كريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وفي هذا اليوم المبارك نلتقي بغدادي وليد. بغدادي وليد، أنت منين؟ من بلدية زهانة ولاية معسكر. مرحبا بناس معسكر وببلدية زهنة العزيزة علينا. أجواء رمضان كيفاش راك تقضيها؟ احنا توجور رمضان، توجور عندي انا والوالده تاعي وخوتي في الدار، توجور عندي شي بنيات شغل تستقبله بالفرحه والسرور وكاع. يعني النشاط يقوى أكثر. نشاط، نوجدوا صوالح، نشروا صوالح، كيما نقولوا نقوا الدار، نبنتروا، توجور زعما كيما نقولوا نستقبلوه بالبهجه. وتجديد كذلك الإيمان. والإيمان ثاني نوجدوا رواحنا، نقروا القرآن، نتعودوا على النوافل، نصوموا. بارك الله فيك. يعني تستقبلون هذا الضيف الكريم بالمقام الذي يليق به. بالمقام اللي يليق به، ونتبعوا السنة تاع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه ألف صلاة وسلام. وبهذه المناسبة وبهذا اليوم المبارك نعطيك سؤال ونتمنى أنك تجيب عليه. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. علي رضي الله عنه عنده سيف. كيف كان يسمى هذا السيف؟ يعني سيف علي. سيف علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب، نعم. نورمالمون علي كاين علي بن أبي طالب، وكاين خالد بن الوليد. كاين خلط نظن في الزوج، كاين عندهم سيفان، عندهم اسم. احنا طلبناك اسم سيف علي. نورمالمون سيف الله المسلول. سيف الله المسلول. إذا أنت متأكد بهذا الجواب؟ سيف الله المسلول. سيف الله المسلول. معليش، قبل ما نفترق وجه كلمة للجمهور الكريم. نقول لهم باللي إن شاء الله رمضان يدخل بالصحة والهنا، ونتمنى كاع الجزائريين إن شاء الله يصوموا بالصحة. ومن هذا المنبر نقولوا تحية بلادنا، وإن شاء الله ربي يستر بلادنا، وإن شاء الله تعيدوا بالصحة وتصوموا بالصحة. اللهم آمين. بارك الله فيك، شكرا. صاحب الأخيار لا تؤذي إنسانا أخص جارا. وراعي آداب بيوت الناس كغض طرف وكالاستئناس. وأكرم الضيف وكن مبتسما، انصر أخاك آثرا المسلما عن كل ما يسوء. جو رمضاني ممتع. وفي هذه الحصة نلتقي رضا المعروف بتوماس. الله يبارك. من ولاية شلف. الله يبارك. من ولاية الشلف جزرنا في مدينة وهران. كيفاش تشوف يعني الأجواء الرمضانية وكيفاش تحس بهذه الأجواء؟ والله متمني تكون الأجواء الرمضانية كيما بكري تاع 2015 2014، باسكو كانت البنة بزاف. إن شاء الله هذا العام تكون ثاني فيها البنة بالبيا كاع مع هذا الجو الشباب. الله يبارك. وكيفاش يعني تقضي الأيام هذه المباركة؟ بيان سور نوضو صباح سما لازم ما نرقدوش، نوضو كيما الوقت العادي، اللي يخدم اللي عنده شغال. سما ماشي نفوتوا رمضان كامل راقدين، كي أذن النوضو هكذاك ماهيش مقبولة نهائيا، فهمني؟ أنا كإنسان كيفاش نفوتها الصباح، نصلي صلاتي، نروح لخدمتي،
من بعد نروح للمارشي، باينه عندنا مارشي شباب تاع صحه التضامن، ثم كان نقول لك مارشي في كل انواع على بالي الانسان في رمضان وجيعان باسكو راه صايم يتشهى يعني. يتشهى المأكولات، ثم تولي غير تشري بلا ما تحبس كاع، وماناش خاسرين فيها. المهم ما نبذروش وصاي، هذا من كان. هذا هو الاساس يعني التبذير. لان الله وصانا على التبذير. على التبذير ايوه. شوف بغيت نعطيك سؤال بهذه المناسبه، معليش وتبعني مليح. كيف كان يسمى سيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ سيف بن علي بن طالب رضي الله، ما كانش مسمينه بالجبار؟ الجواب لك وليس لي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان معروف بالسيف، وهذاك السيف عنده اسم. نورمالمون شوف انا نجيبها لك بالطريقه تاعي. السيف اللي عنده زوج جاي زوج والسيف فيه هكذا وهكذا، بس الاسم تاعو ما على بالي، وقيل السيف الثنائي نورمالمون هكذا ولا. غاب عليك الجواب؟ غاب، كذب عليك. المهم انا على بالي باللي عنده سيف مخدوم فيه زوج سيوف. معليش. المهم قبل ما نتفرقوا، واش تقول او كلمه ولو وجيزه للجمهور الكريم اللي راح يتفرج هذه الحصه؟ نقول لكم قبل رمضان مبارك، فوت عليكم بالصحه والهنا، وثاني عيدكم مبارك وتعيدوا بالصحه والهنا. شكرا الاخ، والى فرصه اخرى ان شاء الله. في التحدث بالخير فانطقا وإلا فاصمتي، وقبل نقل خبر. عودة إلى برنامجنا، ومعنا في هذه الحصة شياب بوشاغور من أم بواخي. أم البواقي، مرحبا بك الأخ. وأنت؟ هيثم النجاح من أم بواخي بعد. أم بواقي يعني بالزوج أم البواقي. مرحبا بكم في مدينة وهران. أجواء رمضان، يعني نسألكم على أجواء رمضان. والله على كيف، الحمد لله. احنا مع قضية ونريقلوا رواحنا الصلاة العبادة. وشو الشيء اللي تحسه يتغير في شهر رمضان من السلوكيات إلى آخره؟ يولي العبد يولي عاقل. التوبة يتوب الإنسان فيها ويعقل، يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه. العبادة قراءة القرآن، الصيام والقيام، صلاة التراويح، صلاة التهجد. الله يبارك الله يبارك. ونتمنى يعني والإيمان يزيد بقوة، ونتقرب إلى الله ونتقرب إلى الله سبحانه، ونرجو كذلك منه الرحمة والمغفرة إن شاء الله. يبارك فيك ويبارك في صاحبك كذلك. شوف عندي سؤال لكم. سؤال يقول: ما هو اسم أو كيف كان يسمى سيف علي بن أبي طالب الصحابي رضي الله عنه؟ سيف بن علي، سيف علي بن أبي طالب كيف كان يسمى؟ كان عندها اسم من الصحابة. الصحابي علي بن أبي طالب كان عنده سيف، وذاك السيف مشهور به يعني، وعنده اسم. احنا بغينا الاسم تاع سيف النور. انا نعطيك سؤال واريد جواب. سيف لا ندري يا شيخ. لا ندري ولا لا تدري؟ دخلتها معك. لا يدري. وانت؟ ما عرفتوش. معليش على كل حال. سيف نعرف سيف بصح نسيت اسمه. فاتت عليا هذه القصه وشنو هو، نسيت الاسم تاع السيف. معليش احنا شرف لنا انك شاركتنا في هذه الحصه. وقبل ما نتفارقوا واش تقول يعني للمشاهدين الكرام اللي أقول المشاهدين بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والسلوكات الصحيحة، والتقرب إلى الله بإيمان وباجتهاد وقيام الليل، قراءة القرآن، السلوك الحسن. هذه هي. شكرا. وانت؟ والله مع دخول اقتراب شهر رمضان الله يهديهم وخلاص.
يبارك فيك، نشكركم على كل حال، ونتمنى لكم يعني نتلاقوا في فرصة أخرى مزيد. رمضان مبارك لجميع المشاهدين وجميع المسلمين. يبارك فيك، شكرا لك، شكرا لك، حفظك الله. الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق. وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي، فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب، وحسن ظن وتوكل رجا، حب وتوحيد ومن خاف نجا. وقر نبيه وعظم سنته، قدم على كل الورى محبته. وبر والديك ولتطعهما تفز، وصل يا بني الرحما، طج كبيرا وارحم الصغيرا، وساعد الضعيف والفقيرا. وكن